دي قاعدة وحيدة، عشان تقرا الرواية دي لازم يكون معاك مية قد دي وتزودها كل شوية. مجموعة من الصيادين على مركب، الشبكة بتشبك في حاجة تقيلة، واحد بس مش قادر يطلعها، بيلجأ للناس اللي معاه عشان يطلعوها، وبيلاقوا الصندوق. كله بيتحمس، ويا ترى الصندوق ده هيكون فيه كنز؟ بيلاقوش كنز. طب جثة؟ بيلاقوش جثة، انما بيلاقوا شوية ملح وحاجة تانية بتطلع. دي أسطورة وحكاية حصلت من 40 سنة عن جن الملح، اللي بيكون ليها شاهد واحد بنعرف منه الحكاية بعدين في الأحداث. إنما في زماننا الحالي بيظهر تمثال ملح على الشط، وفي إيده كتاب أو رواية لكاتب اسمه سليم خطاب. يا ترى سليم خطاب لسه عايش؟ وإيه حكايته بتماثيل الملح؟ دي أجدد روايات محمد عصمت، ورواية مختلفة. تعال أقول لك ليه الرواية عجبتني. الرواية المرة دي محمد عصمت بياخدنا في فكرة الرعب النفسي، وكل مرة عن مرة من خلال السنين اللي فاتت بيحاول يطور نفسه، وبيحاول يخش كده في مناطق حوالين الرعب أو الجريمة، إنما بشكل مختلف. وهنا الرواية مش سريعة أبدا، يمكن تكون تبان في بدايتها سريعة، إنما بعد كده بتلعب على نفسيتك وانت بتقراها، وكأنك ماشي على طراطيف صوابعك. دايما عندك إحساس إن الجو اللي حواليك غريب، وإن في كأن أنفاس حواليك، كأن ريحة البحر وريحة الملح حواليك. وهنا ده بقى أسلوب الرعب النفسي اللي بيخليك تعيش في أجواء مختلفة. والرعب هنا مش مبني على فكرة الخبطات اللي تخض أو المفاجآت، إنما هو بيلعب في رتم هادي نفسي بشكل كبير. والكتابة هنا جت سلسة بسيطة ملائمة لكل الأحداث، وكمان عصرية، بتكلمك على أكتر من مشكلة: طمع، أو فكرة الشهرة السريعة، أو فكرة الوصول للشهرة. وهنا ده يمكن اللي حققه الكاتب اللي جوه الحكاية، وهو سليم خطاب، اللي من أول رواياته وصل لشهرة كبيرة جدا، والرواية بتاعته بقت فيلم، إنما بعد كده مش عارف يعمل كده تاني. ويمكن هنا محمد عصمت تنبأ باللي هيحصل السنة دي في المعرض من حاجات احنا شفناها واساليب غريبه جدا. والروايه السنه دي مش بس ممتعه، انما تخرجك وفيها فكره فلسفيه او رمزيه تقدر تخرج منها. فانت مش بس بتلعب على المتعه، انما عندك كمان حاجات ممكن تفكر فيها. فهل في النهايه سليم خطاب هيرجع تاني شهرته، ولا ممكن يضحي ويستغنى عن كل ده؟ كل ده هتعرفوه لما تقروا او تسمعوا روايه تماثيل الملح، لو حابين هتلاقوها على ابجد، وهي من اصدارات كيان جريده. قول لي انت تحت في التعليقات قرأتها ولا لا، وكان ايه احساسك معاها، وشايف كده ممكن نديها تقييم ايه، سادة ولا سكر زيادة؟ قول لي تحت في التعليقات، وحابب الرواية الجاية اللي نتكلم عنها تكون ايه، واعمل سيف للفيديو فولو عشان تشوف كل الحلقات الجديدة. سلام.